اوعى تفولو الكومبيتيتور عمياني كده، اوعى. يعني دي اخطاء شائعه برضه. امتى اركز على الكاستمر بتاعي، امتى ابص على الكومبيتيتور عامل ايه وابدا ان انا افولو او ان انا اكمبيت في الحته اللي راح فيها؟ حلو السؤال ده قوي. الكاستمر هو الاساس، عينك عليه، هو البوصله اللي هتحركك، مش المنافس. لو المنافس اصبح هو البوصله اللي بتحركني فانا هقع في الفخ قريب او بعدين هقع فيه بلا رحمه يعني. خلينا نقول ليه، لان انا مش شايف، هو اللي سايق انا ماشي وراه. فليه ليه تكون جاست فولور؟ ليه تبقى بس ماشي ورا حد وتدي له القياده للماركت؟ ما تركز على العميل اللي هو مستهدف منكم انتوا الاثنين. هناخدنا تاني للثري سيز استاذ احمد. مظبوط. الكاستمر هو دايما البوصله اللي بتحرك، وفي الكومبيتيشن دي وفي الظروف دي وكل ما كانت الامور غامضه. يعني اديك تشبيه تاني معلش، يا ريت. انت ماشي النهارده في سفينه والدنيا ضلمه ومش شايف، يا البوصله يا اللايت هاوس يا الفنار، صح؟ مش هتمشي ورا المراكب اللي حواليك. انت النهارده مش عارف هم رايحين فين اصلا. مظبوط. تمام، ما عندكش الخطه ولا الاستراتيجيه بتاعتهم. او انك ماشي في طريق وفي الصحراء، هتمشي على الجي بي اس والخريطه اللي معاك ولا هتمشي ورا واحد سايق على الطريق ده الفخ اللي الناس بتقع فيه. وشركات كبيره، بس الكبير دايما بيرجع بسرعه، بيلحق نفسه. يعني كوكاكولا في الثمانينات عملت ايه؟ عملت نيو كوك، صح؟ مظبوط. سببها كان ايه؟ انه بيبسي عملت بلايند تيست وطلعت ان هي الطعم احلى من كوكاكولا، فكوكاكولا راحت مزوده السكر وعملت حاجه فيرجن فيها يعني ما نجحتش اعتقد. ايه ما نجحتش اعتقد ده فيلير عالمي. ولحد الان لم يعلنوا الخسائر، بس رجع ازاي؟ العميل اللي رجعه فوقه. العملاء بعتت شكاوي وعملت اضرابات وعملت احتجاجات انه عايزين bring back our classic coke. ومن ساعتها كوكاكولا اكتشفت الرابط العاطفي بينها وبين العملاء، ومن ساعتها كل اعلانات كوكاكولا هتلاقي ايموشنال ماركتنج. صح.